طريق، طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ما ترك شيئا يقرب الناس إلى الله إلا أمرهم به، ولا شيئا يباعدهم عن الله عز وجل ويدخلهم النار إلا حذرهم ونهاهم عنه. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم الأسبوعي معا ننهض، ستكون حلقة اليوم تحت عنوان مسارات الإصلاح والتجديد. تحدثنا في الحلقات الماضية ولا زال الحديث يتواصل عن العوامل التي أثرت في الأمة وجعلتها تتراجع وتتأخر وتتخلف في سبيل الوصول إلى نقاط الضعف وعوامل الضعف والتعرف عليها لتجاوزها، وكذلك التعرف على عوامل القوة لاستكمالها والبناء عليها. وكان آخر ما تحدثنا فيه المعالم الأساسية للأمة وخصائصها العامة، وكان من أهم الخصائص التي حاولنا أن نختم بها حلقتنا الماضية هي خاصية الاستمرار أو خاصية الإحياء والتجديد. فهذه الأمة بما أنها آخر الأمم وهي الأمة الخاتمة، وكتابها هو آخر كتاب وآخر عهد بالسماء من حيث الرسالات، ورسولها صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وبالتالي خاصية هذه الأمة أن تكون أمة مستمرة وأمة قائمة بالحق ظاهرة على الناس، وأن تكون هذه الأمة فيها من يقوم بالحق وبه يعدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقلنا بأن حالة الإحياء والتجديد هي حالة مئوية، يعني هي حالة تمر على الأمة كلما مر عليها قرن من الزمان، وهذا القرن بطبيعة الحال يكاد يكون هو العمر الافتراضي الذي وضعه أو حاول أن يحدده العلامة ابن خلدون عليه رحمة الله في مقدمته عندما تحدث عن أعمار الأمم والدول أو أعمار الدول بأنه يتجاوز أو يقارب 120 عاما. فعموما الأحاديث أشارت إلى أن التجديد في الأمة يكون في كل 100 سنة أو في كل 100 عام، أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو من يجدد لها دينها. وهنا ذكرنا بأن معالم التجديد في هذه الأمة يأخذ أكثر من مسار، ولكن يمكن أن نلخصهما بمسارين أساسيين: مسار العلم النافع الذي يخوضه العلماء ويقوم به العلماء والفقهاء الذين يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى وهم العارفون بها العالمون بخفاياها ومقاصدها. والفئة الثانية أو المحور الثاني هم العاملون المجاهدون. فالأول هم المجتهدون، الفئة الأولى هي فئة أهل الاجتهاد، والفئة الثانية هي فئة الجهاد. فئة أهل الاجتهاد تحاول أن تبصر الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى، وتحاول أن تستفيد من النصوص الشرعية في معالجة الواقع، وهذه قضية مهمة جدا. وتحدث للناس دوما مع تطور الزمن، تحدث لهم حالات، تحدث لهم نوازل، تحدث لهم مشكلات، يتطلب هذا الأمر معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى في هذه النوازل. فينشأ بطبيعة الحال في كل مرحلة من المراحل ما يسميه أهل العلم والفقه بفقه النوازل. القدرة على الإجابة على النوازل والإجابة على الأحداث المستجدة وتوفير أو الإجابة على هذه التساؤلات وإيجاد الأحكام الملائمة لها هو الذي يرفع عن المسلمين الحرج ويرفع عنهم
ما لا يطاق، لأن الإنسان المسلم لا يستطيع أن يعيش دون حكم الله سبحانه وتعالى، فهو دوما متلمس في كل حركته لأحكام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كان لابد التجديد أن يشمل الإجابة على التساؤلات المتطلبة من الواقع. هنالك تساؤلات سياسية، تساؤلات اقتصادية، تساؤلات اجتماعية تحصل نتيجة التطور الذي يصاحب الإنسان. فالإنسان ما قبل 100 عام أو 200 عام ليس هو كالإنسان اليوم من حيث حالة التطور الحاصلة. وخصوصا الآن نلاحظ عندما دخلنا في العصر الرقمي كيف أن التكنولوجيا طفرت طفرات هائلة بالناس، واختصرت الكثير من المسافات، واختصرت وأزاحت الكثير من الحواجز والحدود. وبالتالي كثير من الأنظمة التي كانت مثلا قبل 100 عام لم تكن هي نفس الأنظمة التي يمكن التعامل بها اليوم. وبالتالي هذه المتغيرات الكبيرة كان لابد من أن يصاحبها اجتهاد وتجديد في الفقه وتجديد في الإجابات على النوازل. أيضا هذه الإجابات أو هذا الاجتهاد لا يتحول إلى حالة عملية ما لم تكن هنالك قدرة إنسانية أو قدرة رسمية تستطيع أن تحول هذا الفعل النظري إلى سلوك إنساني. وبالتالي هنا يأتي أهل العمل، وأهل العمل هنا من أسميهم بأهل الجهاد. فأهل الاجتهاد وأهل الجهاد أي العلماء والأمراء أو أهل الفقه وأهل العمل هم الذين تقوم عليهم الرسالة التجديدية. ولذلك يمكن أن نلخص الأمر في عبارتين بقولنا العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح هما مدار حركة التجديد في هذه الأمة. والأمة منذ تاريخها الأول، منذ لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم أصحابه رضوان الله عليهم الأمر من بعده، ظاهرة الخلفاء الراشدين، الفترة الأربعينية 40 عام أو 30 عام التي أرخ لها بأنها هي تاريخ الخلافة الراشدة، شملت فترة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، ثم من بعد هؤلاء. هذه الفترات كلها لم تخلو بأي شكل من الأشكال عن الإجابة عن التساؤلات وعن النوازل. وكان أكبر نازلة نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا بشأنها في سقيفة بني ساعدة هي مسألة الحالة السياسية والانتقال من حالة النبوة إلى حالة الخلافة، وكيف يمكن أن يكون الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عند العرب معهودا مثلا هذه الأنماط التي جاءت بها الرسالة، يعني أن يكون الأمر شورى بين الناس، وأن يتداول الناس أمرهم ويتشاورون فيما بينهم ويبتعدون عن النمط الوراثي الذي عهده الناس في جزيرة العرب. فشيخ القبيلة مثلا يمهد ابنه، وإذا كان ليس له ابن يمهد له أخ. هذه القضايا كلها تجاوزتها الرسالة لتجعل أمر الرسالة هو أمرا كليا جامعا لكل الناس. وبالتالي القاعدة في ذلك هي قوله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. وهكذا تواصلت على كل حالة الشورى والاستشارة فيما يتعلق بالعلم الشرعي، وكذلك فيما يتعلق بالفعل والإرادة العملية لترجمة هذه القضايا النظرية الفقهية إلى أرض الواقع. وظهر في كل فترة من فترات التاريخ الإسلامي عالم من العلماء، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ظهر عالم من العلماء إما أنه يبدع ويكون مجتهدا ويجيب عن تساؤلات الناس. فظهر لنا الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، باعتبارهم قامات علمية لا زال المسلمون إلى اليوم يقدرون هذه القامات العلمية وينظرون إليها نظرة خاصة، لما كان لهم من قدرة فائقة على الإجابة على التساؤلات التي كان الإسلام والمسلمون بحاجة إليها. ثم جاء بعد ذلك أيضا قرون متلاحقة، فكان في كل فترة من الفترات لا بد أن يظهر لنا واحد من اثنين، إما أن يظهر عالما ربانيا، وإما أن يظهر قائدا مجاهدا يكون له القدرة أيضا على تنزيل هذا الأمر. ظهرت لنا مثلا كثير من الشخصيات الفقهية، كثير من الشخصيات المتعلقة بعلم الحديث، كثير من الشخصيات التي كانت أيضا تساهم في قضايا الجهاد والفتوحات الإسلامية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وظهر كما ذكرت فطاحلة علماء الحديث ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للبروز والاجتهاد في علم الحديث كالإمام البخاري ومسلم
وغيرهم، الإمام أحمد مثلا في علم الحديث أيضا، والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم وغير ذلك من العلماء الذين اشتهروا بالتجديد فيما يمكن أن أسميه بعلم الحديث. وهكذا ظهر بعد ذلك الإمام ابن حجر والإمام النووي، وظهر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وظهر العز بن عبد السلام، وهذا كان من الشخصيات التي لها سطوة كبيرة جدا فيما يتعلق بقوة العالم الرباني الذي يقاوم حالات الاستبداد الداخلي أو المنكرات الداخلية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يظهر كشخصية بارزة فيما يتعلق بمواجهة العدوان الخارجي. فعلى كل الحالات التجديد في التاريخ الإسلامي لم تغب عن مسار الأمة في أي فترة من فتراتها، سواء كانت حالة علمية محضة تظهر في حالة تجديد حقيقي للأمة، أو كانت في حالة جهاد حقيقي كذلك يحاول أن يعيد القيم الإيمانية والقيم الرسالية على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة. وظهر في هذا التاريخ أيضا العديد من الأمراء والعلماء والملوك الذين اشتهروا بعدلهم واشتهروا بإنصافهم واشتهروا بجهادهم. فظهر مثلا في منطقة الأناضول أو منطقة أرض تركيا مثلا، ظهر فيها محمد الفاتح الذي كان دخوله إلى هذه المنطقة فتحا عظيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه. فالشاهد أن كل ذلك كان يتجي في سياق كلي، وهو قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكانت حركة الإسلام والتمدد الإسلامي يذهب في اتجاه هذا الاستكمال وهذا الظهور الكلي على الأديان. وهذا الظهور على الأديان لا يمكن أن يكون إلا بأن يدخل الإسلام كل بقعة ورقعة ظلت عاصمة من عواصم الكفر أو عاصم من عواصم الأديان الأرضية. فكانت البداية السيطرة على مكة والمدينة، ثم بعد ذلك على سوريا والعراق، ثم على أرض فارس، ثم بعد ذلك الدخول بعد فترة طويلة جدا إلى منطقة إسطنبول، والتي كانت تمثل في ذلك الوقت الكنيسة الأرثوذكسية، رئاسة الكنيسة الشرقية في العالم. وبالتالي هنا نلاحظ أن حركة الإسلام تتمدد يوم بعد يوم، ويظهر فيها في كل فترة من الفترات من يكون من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يشرفه بأن يدخل في هذا المسار التجديدي. وبالتالي الخلاصة التي نريد أن نقولها بأن الأمة لم تتوقف في كل لحظاتها عن محاولات التجديد، عن محاولات الإحياء للأصول الراسخة الثابتة التي ليست بحاجة إلا أن يعيدها الناس إلى الطاولة ويتعاملوا معها كما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإلى قضايا التجديد التي هي في إطار القضايا المتحركة والتي تتطلب حالة من الاستحداث والتجديد. وهذه غالبا ما تكون في الأدوات، وغالبا ما تكون في مسارات التطور التي ترتبط بتنزيل الأحكام. وهنا سيكون إن شاء الله الحديث اليوم عن ما ذكرناه في الفترة السابقة من الأسباب التي أدت إلى تراجع دولة الإسلام وسقوط الخلافة. ذكرنا جملة من العوامل أدت إلى التراجع، وذكرنا بالتحديد كتاب شكيب أرسلان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. لكن إن شاء الله سيكون الحديث اليوم عن مسارات الإصلاح في اتجاهين، وسنكتفي إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة بالمسار الأول، وهو أن الأمة في إطار حركة الإصلاح والتجديد سلكت مسارين أساسيين. المسار الأول هو مسار السلطة والدولة والحكم. كيف حاول رجال الحكم والسلاطين والأمراء في نهايات الدولة العثمانية كيف تصرفوا مع حالة التراجع والانهيار التي كانت تمر بها الدولة، وهل بذلت محاولات حقيقية وجادة في سبيل النهوض بالدولة حتى ولو كان كما يقال بعد فوات الأوان، لكن هل فعلا هنالك محاولات بذلت وهل كان لها أثر استطاعت أن تبقي على الدولة بعض الشيء، أم أن لم تكن هنالك أي شكل من أشكال محاولات، بل كان الناس في استسلام لحركة الانهيار التي طالت الدولة والمجتمع. المسار الثاني، وهو إن شاء الله ما يمكن أن نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل تحت هذا العنوان مسارات الإصلاح والتجديد، هو مسارات الإصلاح والتجديد في إطار المجتمع. رجالات العلم ورجالات الإصلاح وقادة الفكر والسياسيين وغيرهم ممن حاول أيضا أن يساهم حتى وهو خارج منظومة الحكم، حتى لو كان معارضا للسلطة القائمة، ولكنه هو منتمي إلى هذه الأمة وهو جزءا منها، ولكنه يريد أن يعمل على إصلاح هذا الواقع الذي وصلنا إليه. هنا إن شاء الله سيكون الحديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن آخر سلطان من سلاطين الدولة العثمانية، وهو السلطان
عبد الحميد الثاني. هذا الرجل الذي حقيقة تختلف فيه الكتابات، فمن الناس من هو محب له ويراه من العظماء في هذه الأمة، وأنه كان آخر سلطان في هذه الأمة، وكان متشبثا بحاكمية الشريعة ومتشبثا كذلك بأهمية وحدة الأمة وسلطانها وسيادتها، وكان يسعى جاهدا لأن تكون هذه الأمة فاعلة وحاضرة في المشهد العالمي. وبين من يرى من زاوية أخرى، وهو المحاكمة في أطر ربما قد لا تكون منصفة إلى حد كبير، ولكنها هي عين المبغض وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فبطبيعة الحال أي شخصية عامة هنالك من هو محب لها ينظر إليها بأنها شخصية عظيمة وكبيرة وجليلة، وهنالك من ينظر إليها بأنها شخصية ليست بهذا الحجم وليست بهذا الوزن. ولكن إن شاء الله سنحاول أن نسلط الضوء على الإصلاح على مستوى السلطة، ما هي الجهود التي بذلت، لأنه هو حينها كان يمثل رأس هذه السلطة. محاولات الإصلاح عموما في الدولة العثمانية، وهي آخر الدول الإسلامية التي كانت تجمع الحالة الإسلامية في عمومها، هي أولا تصنف في الإطار العام ضمن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إطار الملك العضوض. ذكرنا في أحاديث سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون. ثم تدرج النبي إلى قوله: ثم يكون ملكا عضوضا، ثم بعد ذلك ثم يكون ملكا جبريا، وفي بعض الروايات ملكا طاغوتيا. فقبل أن يأتي الملك الطاغوتي، وهي الأنظمة التي هي الآن أنظمة ذات طابع وظيفي، هي ولاؤها للأعداء أكثر من انتمائها للأمة، حاكميتها للقوانين الوضعية أكثر من حاكميتها للشريعة، تمثيلها للخارج أكثر من تعبيرها عن الداخل. هذه الحالة على كل الحالة الطاغوتية الجبروتية هذا شيء، لكن يمكن أن نؤرخ بأن نهايات الملك العضوض كان في الدولة العثمانية بقيادة السلطان عبد الحميد، بمعنى كانت حالة وراثية قابضة مسيطرة، بمعنى أن الملك والحكم كان يتدرج ضمن أسرة معينة في إطار نظام سياسي عام يشمل الأمة كلها، ولكن تضيق دائرة الشورى عن المستوى الفوقي وتحتكر السلطة نخبة معينة قد تكون محسوبة إلى فئة من الفئات. وهذا على كل ظل التاريخ طويل جدا، فالأمويون سيطروا لفترة من الزمان، ثم العباسيين، ثم العثمانيون. فهذه على كل طبيعة التاريخ الإسلامي. ولكن دعونا الآن ننظر إلى فكرة الإصلاح بشكل عام داخل الدولة العثمانية. برزت منذ أواسط القرن السادس عشر، يعني منذ أواسط القرن السادس عشر جاءت النظرة من الداخل إلى أهمية أننا نحن بحاجة إلى أن نواكب التطور الذي يشهده العالم. هنالك تطور سياسي، هنالك تطور اجتماعي، هنالك تطور اقتصادي، هنالك تطور تكنولوجي علمي، ونحن متخلفين عن هذا الركب. وبالتالي كان مسار الإصلاح يأخذ تباين واضح جدا. فهنالك من كان ينحو بمسارات الإصلاح إلى التماهي مع الحالة الأوروبية التي كانت في ذلك الوقت تغطي على جزء كبير جدا من العالم وتسطو على الكثير من المقدرات والبلدان وعلى كثير من الشعوب. فكان البعض مفتتن بهذا النمط، وللأسف الشديد هذا الافتتان حتى يومنا هذا، فهنالك من يرى بأنه لا يمكن أن يتم مسار للنهضة ومسار للتحديث ومسار للمواكبة إلا إذا ذهبنا وجرينا خلف الغرب وتقمصنا شخصيتهم. وهذا النوع من المسارات غالبا ما يهتم بالقشرة الخارجية ولا يحاول أن يغوص في الأعماق. فهو تجده مثلا لا ينظر إلى أن هذا المنتج الغربي بكل أبعاده، هنا أقصد المنتج المادي والمنتج الفكري والفلسفي، ليس هو عبارة عن قشرة خارجية فقط، ولكن لها جذور عميقة جدا. تقوس هذه الجذور في ثلاثة مسارات. المسار الأول هو الديانة المسيحية، المسار الثاني هو القوانين الرومانية، والمسار الثالث هو الفلسفات اليونانية. وبالتالي جذور هذا المنتج الذي تريد أن تقلده قد لا يكون صالح للبيئة التي تنقله إليها أنت، قد لا يصلح إلى أن تنقله إلى البيئة الإسلامية، ولكن ينتهي بنا في نهاية المطاف إلى أن والله هؤلاء يهتمون بالمظهر والشكل. فهو مثلا حريص على أن يلبس في هندامه ما يشبه في شكله الشخصية الغربية، يلبس مثلا البدلة ويعمل عليها الكرافتة ويضبط حاله بشكل يعني ظاهريا هو على كل متماهي في مراسمه في الدولة، في الطابور الذي يقف عليه في الاستقبال، في مراسم الاستقبال، في مراسم الوداع.
على كل يتصور بأنه بهذا الشكل هو سيواكب حركة التحديث وحركة التطور، في حين أن المسألة مختلفة تماما، تحتاج إلى نظرة أعمق، لأنك عندما تستورد هذا المنتج يصعب جدا أن تجزئه في هذا المنتج، أن تفصل الشكل عن المضمون، أن تفصل الفروع عن الأصول، وبالتالي ستجد أنت نفسك في تناقض. وبالتالي هذا النوع من المسار من القرن السادس عشر إلى نهايات القرن التاسع عشر حاولت بعض المجموعات من حكام الدولة العثمانية ورؤساء وزرائها والقائمين على أمرها أن يذهبوا في اتجاه التقليد، ولكن الثمرة لم تكن بهذا الشكل، ولم تكن الدولة مواكبة في الحقيقة. بالنسبة للسلطان عبد الحميد كان شخصيته شخصية مختلفة، فهو من الذين كانوا يؤمنون بمسألة الإصلاح والتجديد ومسألة التحديث، ولكن كان ينطلق من منظور مختلف. فهو كان يرى بأننا نحن أمة مسلمة لها هويتها الخاصة، لها دينها، لها نظامها، لها قيمها، وبالتالي لا بد أن ينطلق الإصلاح من داخل المنظومة وليس من خارج المنظومة. هذه كانت على كل الفكرة. وإذا جاز لي أن أقول بأن هذين المسارين، مسار الإصلاح من الداخل والتطور من الداخل ومسار التقليد، هما مساران إلى يومنا هذا سنلاحظ أن هنالك تيار تغريبي في الأمة يرى بأنه لا حل إلا في العلمانية، ولا حل إلا في التحديث الغربي، ولا حل إلا في التبعية الغربية، وهنالك من يرى بأن الأمم متى ما تحولت إلى أمم تابعة، أمم مقلدة، لا تنتج، لا تستطيع أن تبدع، لأن المسارات كما ذكرت مسارات مختلفة. وبالتالي هذين المسارين ظلا في الدولة العثمانية إلى لحظة سقوط السلطان عبد الحميد وهيمنة الفئة العلمانية على المشهد وما تبع بعد ذلك. لكن دعونا نقول ما هي الإصلاحات التي استطاع السلطان عبد الحميد أن يقوم بها في أواخر عهده. السلطان عبد الحميد من باب العلم أو التعريف به بعض الشيء، السلطان عبد الحميد هو أول من مواليد 21/9/1842، يعني هو ولد في أواسط القرن التاسع عشر، واستمر سلطانه هو السلطان الرابع والثلاثين، وكانت خدمته 33 سنة في الدولة العثمانية. هذا بشكل عام السلطان عبد الحميد، يعني عاش فترة من الزمن استطاع أن يكون فيها هو الشخص الخليفة الرابع والثلاثين، وهو تقريبا آخر خليفة عمليا كان له سلطة وله نفوذ وله كلمة وله أمر ونهي، وبالتالي أتيحت له فرصة من الزمن استطاع أن يبدي فيها بعض الإصلاحات التي يمكن أن نسميها إصلاحات حقيقية. في القرن التاسع عشر تولى السلطان عبد الحميد، القرن التاسع عشر تولى، يعني نهاية القرن التاسع عشر تولى السلطان عبد الحميد خلفا لأخيه مراد الخامس، وعهد بالصدارة العظمى. الصدارة العظمى هي أشبه ب أو هي نفسها رئاسة الوزراء، تولاها شخص اسمه أحمد شفيق مدحت باشا، وكانت بداية محاولات الإصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. يمكن أن نلخصها في المسارات إن شاء الله التالية. ما هي مجالات الإصلاح التي قام بها السلطان عبد الحميد بالتعاون مع رئيس وزرائه مدحت باشا؟ هذا ما سيتم الحديث عنه في الجولة الثانية إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا. أرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا. نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله فيما كنا نتحدث فيه عن مسارات الإصلاح والتجديد التي حاول السلطان عبد الحميد آخر خلفاء الدولة العثمانية أن يحاول من خلال هذه الإصلاحات أن يحافظ على تماسك الدولة ووحدة الدولة وقوة الدولة،
وأن يتقدم بها إلى الأمام، ويحاول أن لا تفقد هذه الدولة مكانتها، وأن لا يفقد المسلمون دولتهم المركزية، لأنه كان يدرك تماما السلطان عبد الحميد بأن هنالك مخاطر كبيرة جدا تتهدد الدولة العثمانية من خارجها. فكان النفوذ الأوروبي والتوسع الأوروبي على حساب المواقع الإسلامية في أفريقيا، شمال أفريقيا، في الجزيرة العربية، في آسيا، في مناطق آسيا الوسطى. كل هذه المناطق على كل كان يدرك السلطان عبد الحميد بأن هنالك طموح وتطلعات ورغبات، وحتى في أوروبا، وكذلك في اتجاه الامتداد الشرقي بالنسبة لمناطق الترك عموما. فكان يدرك بأن الأطماع كبيرة، وبالتالي كان يسعى إلى أن يحصل نوع من الإصلاح يجعل هذا الإصلاح الدولة في تماسك، ويمنع بطبيعة الحال حالات التفكك الداخلي، وكذلك يمنع حالات التدخل الخارجي. فأول ما فكر فيه السلطان عبد الحميد هو مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي، الإصلاحات الدستورية والسياسية. هنا لا بد أن أشير إلى أن أوروبا وأمريكا تحديدا في تلك الفترة التي كان فيها السلطان عبد الحميد تطور المفهوم الدستوري، ووضع الدساتير والنظم، وتساقطت الملكيات وانتهت بشكل كبير فكرة الملكيات، وكذلك تلاشت فكرة النظام القابض أو المركزية القابضة. وبالتالي بدأت المجتمعات في نوع جديد من التحديث في مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فنشأ ما يسمى الآن بالوثائق الدستورية. هنا ننظر إلى تاريخنا، التاريخ الإسلامي بشكل عام. كانت فكرة حاكمية الشريعة حاضرة بشكل كبير، ولكن فكرة القيم الدستورية والقيم التي تتعلق بالتنظيم الفوقي للأمة في ممارستها للشورى، في ممارستها للسيادة، في ممارستها للرقابة على مواردها، في تقديم من هو الأصلح لقيادتها إلى حد كبير. في هذه القيم، بالرغم من أن العلماء كتبوا كثيرا في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، ولكن ظلت باعتبار أن الحالة في مجملها كانت حالة ملك، وحال السلطان أقرب أو كما ذكرت هو سلطان قابض وملكية عضوض أو الملك العضوض. فكانت تهيمن دائما على السلطة أسرة من الأسر وتسيطر فيها، وهنا بطبيعة الحال تقل مساحات الشورى، تقل مساحات رقابة الأمة على السلطان، بالرغم من أنه كانت توجد بين فترة وأخرى نوع من أنواع الرقابة ونوع من أنواع مجالس الشورى وقضايا أهل الحل والعقد. ولكن بشكل عام في الكتابات سنلاحظ بأن ما يتعلق بالقيم الدستورية المحددة والناظمة لهيكلية الدولة وسلطاتها وإيجاد هذا النوع من التعاقد للأسف الشديد لم يتطور في تاريخ الأمة المسلمة، بالرغم من أن الأمة المسلمة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من استطاع في تاريخ البشرية أن يسوق نظاما يعني أقرب إلى الوثائق الدستورية ما بين سكان المدينة المنورة، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحديد العلاقات داخل المجتمع، علاقات المسلمين مع بعضهم المهاجرين والأنصار، وعلاقات المسلمين مع غيرهم من يهود، وعلاقات الجميع مع قائد هذه الدولة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديد المرجعية للأمة، وتحديد كذلك شكل التشريع في هذا المجتمع. فهذه كانت وثيقة المدينة، تكاد تكون من أوائل الوثائق التي تم التنصيص عليها. ثم أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية مهمة جدا فيما يتعلق بقضايا الحقوق، اللي الآن يمكن صيغت في نهاية الآن في المجتمعات إلى قضية الحقوق العامة للإنسان. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو في عرفات تحديدا، لما قال للمسلمين جميعا بأن أموالكم وأنفسكم وحرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة استطاع أن يحدد ما هي القيم الإنسانية المشتركة، وهو حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، حرمة الربا. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم الفوارق في هذا اليوم العظيم. فعلى كل، لو نظرنا إلى وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا إلى خطبته في عرفات، فهي تشكل ما يمكن أن نتعارف عليه الآن بالقيم الدستورية التي يمكن أن تساق بشكل أو آخر في شكل نظام أساسي، في شكل دستور، ويتم على كل تطوير هذا الموضوع. للأسف الشديد التجربة الإسلامية
في هذا الاتجاه يعني شهدت نوع من التراجع نتيجة الملكية التي لا تتيح بطبيعة الحال الفضاء الواسع لأن تبدع الأمة في هذا الاتجاه، بالرغم من أنها فيما يتعلق بالآداب السلطانية وبعض القيم التي حاول علماء الأمة أن يبذلوها للحكام وأن يبذلوها للسلاطين والأمراء في عهودهم في مجال الإصلاح السياسي، ولكن بشكل عام التجربة الدستورية فيها إشكال، كما هو على كل بعض الأفاضل الذين حاولوا أن يكتبوا في هذا المجال عن الأزمة الدستورية في التجربة الإسلامية، وهو فضيلة الأخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي الذي أشار في آخر كتبه الأزمة الدستورية في الأمة. فهي على كل واحدة من الأزمات التي تراجع فيها الفكر السياسي الإسلامي في مساحات ضيقة، وبالتالي وهي أشار إليها بطبيعة الحال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ينقض الإسلام عروة فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فإشارة الحكم هنا نقض الحكم هو القيم المتعلقة بالنظام السياسي، وهي أيضا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الإحداث فيها، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، لأنه كان مرتبطا الحديث إلى حد كبير بالخلافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخلافة ويتكلم عن الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فسنة الخلفاء الراشدين ما يمكن أن يضيفونه هو في مجال النظام السياسي وليس في شيء آخر، لأن الدين اكتمل اكتمالا كاملا فيما يتعلق بالشعائر التعبدية وفيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق بالقيم الإيمانية، لكن المجال الذي هو سيكون مجال تطور ومجال ائتساء واقتداء هو مجال الخلافة. على كل هذا المجال للأسف الشديد حصل فيه تراجع، وهنا نلاحظ أوروبا على كل أدركت هذا الموضوع وحاولت أن تعالج العلاقة ما بين الحكام والمحكومين من خلال ما حصل في الثورة الفرنسية وما حصل في الثورة الأمريكية وما حصل في عدد من البلدان الأوروبية، صيغت مجموعة من الدساتير. فهنا يبدو أن السلطان عبد الحميد كان قارئ إلى حد كبير المشهد العالمي من حوله، فرأى بأن هذه الأمة المتسعة المتعددة في قومياتها والمتعددة في أديانها، لأن الخلافة الإسلامية كانت تشتمل كل الأديان، المسيحية كانت الإسلام كان هو الغالب في الدولة، ولكن كانت المسيحية حاضرة وكانت اليهودية حاضرة وكانت القوميات بكل اتجاهاتها حاضرة، فالأتراك موجودين والعرب موجودين والفرس موجودين والأكراد موجودين والباكستانيين والهنود أيضا موجودين والأفارقة موجودين، كل هذه القوميات متواجدة في ظل هذه الدولة. فكان لابد أن يكون هنالك تطورا دستوريا يؤدي إلى تحجيم التدخل الخارجي، لأن غياب الدستور والذهاب دائما في نظام الإمبراطوريات القديمة هذا بطبيعة الحال سيكون له أثره، والتدخلات حاضرة من ذلك الوقت. يعني القرن السابع خلاص دخلنا في التدخلات على الدولة العثمانية، وكانوا يطلقون عليها وقتها بالرجل أوروبا المريض. على كل رأى أن يستفيد من هذا التطور الدستوري الذي حصل في العالم، فحاول أن يكلف مدحت باشا رئيس وزرائه بمسودة للدستور، وفعلا قام مدحت باشا ومعه لجنة متخصصة في وضع الدساتير، فحاولوا أن يستفيدوا من مجموعة الدساتير عموما اللي كانت مطروحة في ذلك الوقت. استفادوا من الدستور الأمريكي والدستور البلجيكي والدستور الفرنسي، حاولوا هذه الدساتير الثلاثة على وجه التحديد أن يستفيدوا منها في صياغة الدستور، وتم وضع دستور متكامل للدولة العثمانية سمي في ذلك الوقت بالمشروطية، أطلقوا عليه المشروطية كأنما هي حالة اشتراط بين الحاكم والمحكوم، والمسلمون عند عهودهم وعند شروطهم، فاشترطوا ما لهم واشترطوا ما عليهم، وحددوا للسلطان مهامه وحددوا لصلاحيات مؤسسات الدولة، واعتمدوا فكرة الفصل بين السلطات، النظام التشريعي والنظام القضائي والنظام التنفيذي. فكانت السلطة التنفيذية برئاسة مثلا بقيادة السلطان عبد الحميد، تحته رئيس الوزراء ومعهم شيخ الإسلام كان جزء من مجلس الوزراء، وكانت على كل هذه تمثل السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية لأول مرة يعني يتم التنصيص على مجلس، الدولة تعتمد مجلسين، مجلس الأعيان وهو أقرب إلى فكرة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ومجلس المبعوثان. مجلس المبعوثان هو عبارة عن مجلس النواب، فاعتمدوا على فكرة المجلسين هؤلاء تمثل
يتمثل فيهما كل أطراف الدولة الإسلامية العثمانية في ذلك الوقت. وكان يتكون عدد المجلس، مجلس المبعوثان، من 119 عضو، وكان التمثيل فيه تمثيلا نسبيا، فمثلت على كل الفئات القومية ومثلت فيه الأديان. وكان اللافت حقيقة في مجلس المبعوثان أن المسلمين فيه مثلوا ب77 عضو، وأن النصارى فيه مثلوا ب44 عضو، وأن اليهود مثلوا فيه ب4 أعضاء. فهنا نلاحظ أن الأديان كلها تقريبا مثلت، والقوميات كذلك مثلت، بدليل أن مجلس المبعوثان كان فيه غرفة خاصة تسمى الغرفة العربية، كان فيه النواب العرب الذين جاءوا ممثلين على المنطقة العربية، كان لهم غرفة داخل المجلس تسمى الغرفة العربية. فالشاهد أن السلطان عبد الحميد في محاولة لملمة أطراف الدولة والتحجيم من فكرة الاستقلال. وفي ذلك الوقت طبعا اللحظة التي نتكلم عنها كان السلطان عبد الحميد يعاني من مشكلة كبيرة جدا، وهو تأجيج فكرة الحالة القومية. فالحالة القومية التي نشأت في تركيا تأثر بها أيضا العرب، وهي أصلا فكرة مستوردة كذلك من الغرب، وهي فكرة الدولة القومية في أوروبا. يعني في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كانت فكرة القومية التي تأسست عليها الدول، ومؤتمر وستفاليا الذي نص على قضية تقسيم الدول الراهنة الآن في أوروبا بناء على المذهب الديني وعلى القومية، هذه الفكرة ظلت مسيطرة على كثير من النخب التي تتابع الأوضاع وتتأثر بها، وبدأت تنادي بها هنا في المنطقة العربية. وكان أخطر قوميتين أثرا بشكل كبير في إجهاض الأمة وإضعافها هي فكرة الطورانية التركية وفكرة القومية العربية. وللأسف الشديد كلا الفكرتين لم تكن نابعة بطبيعة الحال من احتياجات داخلية بقدر ما كانت تأثر بأفكار من الخارج بطبيعة الحال، مع أن هنا وهناك الحالة في الترك والحالة في العرب لم تكن خالصة عروبية بحتة عند العرب ولا تركية بحضة عند الأتراك. فكان عند الأتراك هنالك إصلاحيون ينتمون إلى التيار الإسلامي والمرجعية الإسلامية، وفي الحالة العربية كانت هنالك مجموعة إن شاء الله سنفرد لها حلقة خاصة أيضا ذات طابع يعني تنطلق من المرجعية الإسلامية، ولكنها أيضا عندها هواجس الحالة العربية واحتياجات الوضع في المنطقة العربية والتخلف الحاصل في المنطقة العربية، وهذه لها رواد على كل، وهذه لها رواد. وذكرت أنا في الفترة الماضية كيف أن شكيب أرسلان وقف ضد الفكر القومي العروبي الذي كان يخشى من أنه سيجهض التجربة الإسلامية ولن يكون قادرا على صناعة البديل المسلم أو البديل العربي المستقل، وكان يخشى من هذا الوضع. وللأسف الشديد طبعا هذه مسألة ما كان يخشاه قد حصل. فالشاهد أن السلطان عبد الحميد استطاع أن يحدث تطورا في الإطار الدستوري، وأن يحدث أيضا إعادة في هيكلية الدولة بحيث تشعر كافة المكونات بأنها مؤثرة في الدولة وفاعلة في الدولة وصانعة للقرار السياسي، وعندها القدرة أن تعدل وتبدل من داخل النظام، وليس لها أو لا يعني يجب أن تتجنب فكرة التفتيت وفكرة الاستقلال وفكرة الانفصال عن الدولة المركزية. ولكن سنلاحظ بعد ذلك كيف أن هذا الموضوع بعد أن وتأسس البرلمان المبعوثان وتأسس مجلس الأعيان، لاحظ السلطان عبد الحميد في فترات متأخرة بأن هذا الأمر لما بدت عليه الهجمات من الروس وبدت عليه الهجمات من بريطانيا، لاحظ بأن كثير من المجموعات بدأت تستقل الثغرات داخل الدستور، والمجموعات ذات طابع طائفي ذات طابع قومي في محاولة الانقضاض على الدولة من داخلها بالاستناد مع القوى الخارجية. فنلاحظ في فترة لاحقة أنه جمد البرلمان وجمد الدستور. لكن هنا ما أريد أن أقوله بأن فكرة الإصلاح الدستوري والسياسي استطاع أن يقدم عليها، واستطاع كذلك أن يخطو فيها خطوات، وإن لم تكن هذه الخطوات بالشكل المطلوب، أو يمكن أن نقول بأنها جاءت في الوقت الضايع. ولكن يهمنا فيها أننا أيضا يجب أن نبني على تلك التجارب، وأن يكون هنالك استفادة من تلك التجارب، لأن ذاكرة الشعوب لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها أو محاولة تركها، أو أن نتصور بأن والله كثير من الأفكار التي تطرح هنا وهناك لم يكن حاضرة في المشهد الإسلامي في أواخر العهد العثماني. أيضا يعني حاول السلطان عبد الحميد من ضمن محاولاته الإصلاحية، حاول
الفكرة الثانية بعد الإصلاح الدستوري، وهنا طبعا مسألة في قضية المؤسسات ذكرت المؤسسة التشريعية في المبعوثان، كذلك المؤسسة القضائية حاول أيضا السلطان عبد الحميد أن يخطو خطوات كبيرة جدا فيما يتعلق بالإصلاح العدلي والإصلاح القضائي. فهنالك الآن الكثير من الآثار التي ربما من درس القانون يعرف أهمية مثلا المجلة العدلية التي كانت تصدر في الدولة العثمانية وتعبر عن منظومة القوانين السائدة، ولا زال طلاب الدراسات القانونية يرجعون إلى هذه المجلة العدلية باعتبارها استطاعت أن تقنن الفقه الإسلامي وتضعه في ثوب قانوني يسهل التعامل معه كما هو الحال، لأن الفقه دوائره واسعة والاختيارات فيه كذلك كثيرة. عندنا المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، ومن الصعب أنك أنت والله تترك القاضي، وخصوصا في ظل الحالة التي خرجت الناس فيها عن الموسوعية. يعني في السابق كان القضاة عبارة عن شخصيات موسوعية، أمثال أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة مثلا، شخصيات موسوعية، والقاضي عياض وغيرهم من الشخصيات كانوا عبارة عن شخصيات موسوعية. لكن جاء بعد ذلك طلاب دراسات شرعية، قد لا يلم الإنسان حتى بالمذهب الفقهي الواحد، دعك من أن يكون ملما بكافة الاختيارات الفقهية. فعلى كل أيضا استطاع السلطان عبد الحميد أن يجعل هنالك إصلاحات شهد لها الكثير من المنصفين، وهو أنه استطاع أن يجعل فكرة المساواة داخل الدولة، فكرة سيادة القانون داخل الدولة، فكرة أن كتابة القوانين وأن تكون الإجراءات متسارعة سريعة بحيث لا يتم هنالك تعليق للقضايا في المحاكم، التطوير أيضا للقضاة، إيجاد كلية خاصة بدراسة النواحي الحقوقية والقانونية. كل هذه المحاولات على كل كانت ظاهرة بشكل كبير، ويكاد من يدرس التجربة العثمانية اليوم يلاحظ بأن أكثر مجال فيه نوع من الدقة وفيه نوع من الضبط والربط، حتى هذا التاريخ الذي ورثته الآن الدولة التركية هو النظام العدلي، النظام الوقفي، النظام الحقوقي، فيه على كل مساحات محترمة جدا، وكل ذلك يعود الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى للسلطان عبد الحميد الذي حاول أن يطور هذا المجال. ولكن كما ذكرت السلطان عبد الحميد في كل ذلك كان ينطلق من مرجعية إسلامية، كان يعتبر بأن الإسلام كافي وشافي، ولسنا بحاجة أصلا إلى أن نستورد قوانين أو نستورد نظم أخرى، بقدر ما كان هذا النظام الإسلامي في نظره كافي. لكن طبعا فكرة الإصلاحات القانونية والإصلاحات العدلية أزعجت النظم الغربية التي كانت في تلك الفترة قد أخذت مساحات واسعة ما قبل السلطان عبد الحميد فيما يعرف بالامتيازات، نظام الامتيازات. فكان مثلا الرجل الأوروبي في داخل الدولة العثمانية، بريطانيا كان أو فرنسيا أو ألمانيا، لا يتم محاكمته بالقوانين العثمانية والقوانين الإسلامية. فأزعج طبعا عملية الإصلاح القانون التي جعلت المساواة لكل من هو داخل الدولة العثمانية يخضع لقوانينها ونظمها. أزعجت هذه المسألة طبعا الدول الأخرى، وجعلت من هذا الموضوع هجوم على السلطان العثماني في ذلك الوقت ومحاولة محاصرة هذا الرجل. المسألة الثانية في مسألة الإصلاح أيضا الذي خاضه السلطان عبد الحميد هي فكرة الوحدة الإسلامية. قد يتساءل الإنسان ألم يكن السلطان عبد الحميد ودولته فعلا تقوم على وحدة إسلامية شاملة؟ نقول لم يكن في أواخر السلطان أو في اللحظة التي جاء فيها السلطان عبد الحميد لم تكن كل الدول الإسلامية التي نعرفها الآن هي تحت سلطانه. يعني هنالك مناطق تم أخذها من خلال البريطانيين، هنالك مناطق تم أخذها من خلال الفرنسيين، هنالك مناطق أخذها الروس، هنالك مناطق على كل أخذت من دول أخرى، إيطاليا، ألمانيا. على كل حصل اجتياح كبير جدا. ويمكن من المناطق التي تم إجلاء العثمانيين مثلا منطقة القرن الأفريقي اللي هو الصومال وإريتريا والحبشة والسودان. هذه المناطق خرجت عموما من دائرة السطوة أو دائرة النفوذ العثماني. ومصر أيضا في تلك الفترة حاولت أن تكون ولاية مستقلة، ولكن كانت فكرة السلطان عبد الحميد بأن هذه الهجمة الغربية على الدولة الإسلامية لا يمكن مواجهة هذه الهجمة ومواجهة هذا النفوذ الغربي على المنطقة الإسلامية إلا من خلال الوحدة الإسلامية الجامعة. فكان من دعاة الوحدة الإسلامية الجامعة من أقصى الهند إلى أقصى المغرب العربي، كان يقول بأن هذه الأمة أمة واحدة، وعلى هذه الأمة أن تنظر إلى أن مصيرها واحد ومستقبلها واحد،
ونظامها السياسي يجب أن يكون نظاما سياسيا يرعى مصالحها جميعا ويقف في مواجهة العدوان الخارجي ويحاول أن يطور هذا النظام من داخله. فعلى كل فكرة الوحدة الإسلامية كانت من الأفكار المسيطرة عليه. طبعا هنا سنلاحظ بأنه أيضا في اللحظة التي كان السلطان عبد الحميد ينادي بالوحدة الإسلامية كان هنالك رجالات من الفكر والعلم ينادون بنفس الفكرة. فهل كان ذلك بتأثير من السلطان عبد الحميد أم كان هؤلاء هم الذين أثروا على السلطان ليحمل هذه الفكرة؟ على كل هذا سنأتي إليه إن شاء الله عندما نتكلم عن المسار الآخر، مسار المجتمعي في الإصلاح، خاصة يعني من الشخصيات اللي كان مشدودة إلى هذه الفكرة وبعد ذلك تلامذته اللي هو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني كان من دعاة الجامعة الإسلامية، كان يرى بأن هذه الأمة الحل الوحيد لتجاوز مشكلاتها أن تعود إلى أو أن تطور العلاقة البينية. هذه الأمة أمة واسعة من حيث الجغرافيا وكثيرة كذلك من حيث العدد، فلا يمكن التعامل بدويلات صغيرة يتم في نهاية المطاف تجييرها وتوظيفها والاستيلاء عليها من قبل الطامعين من الخارج. فعلى كل فكرة الوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية كانت فكرة أصيلة عند السلطان عبد الحميد. لكن هنا سنلاحظ بأن هذه الفكرة على وجه التحديد ضربت كما ذكرت من خلال الاختراق البريطاني للمنطقة العربية. وهنا دعونا نقول بأن التاريخ الإسلامي معظمه أو معظم التاريخ الإسلامي كان يدور في هذه المنطقة وبشكل كبير ما بين العرب كعرب باعتبارهم مادة الإسلام وأول من دخل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وما بين الأتراك الذين عندما ضعف العرب تسلموا بعد ذلك الراية، وكذلك ما بينهم ما بين العرب وما بين الترك كذلك هنالك الكرد الذين كانوا أيضا يتفاعلون داخل الدولة وتصدروا فترة من فترات أمثال صلاح الدين الأيوبي وأمثال نور الدين زنكي. على كل ما أريد أن أقول بأن المجموعات كلها داخل الدولة استطاعت أن تقدم. هنا نلاحظ بأن بريطانيا في أواخر الدولة العثمانية بدأت تستقطب المجموعات على أسس قومية وعلى أسس طائفية، فتحاول أن تحرك المجموعات الدينية غير المسلمة لتخرجهم عن الدولة الإسلامية العثمانية، وأثرت بشكل كبير. طبعا هذا التحرك أثر في مساحات لا يستهان بها، كذلك أثرت على العرب ووعدتهم طبعا وعدا كاذبا، ووعدت أيضا اليهود وعدا صادقا. يعني وعدت اليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين ووعدت العرب بإقامة دولة عربية كبرى. فكان مثلا بعض العرب وخصوصا الشريف حسين اقتنع بفكرة الدولة العربية وتحالف مع البريطانيين وتصور بأن البريطانيين سيخرجونه من السلطان العثماني وسيكون له ملكا خاصا. وكأنما هنا سبحان الله يشير نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن فتنة السراء. فتنة السراء يقول يقوم عليها رجل يزعم أنه مني وليس مني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم عليها رجل يزعم أنه مني وليس مني إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. فهنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الفتن التي تحصل في الأمة، فيتحالف واحد مثلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار الأصليين من يهود ونصارى على إخوانه من المسلمين من قومية أخرى، بس لسبب أنه والله اختلفوا معه في القوم أو شعر منهم بمظالم، ولكنه يتجاهل بأن المظالم التي ستأتيه بعد ذلك من الأباعد ستكون أكثر بكثير من المظالم التي ستأتيه من الأقارب. هذه على كل فكرة الجامعة الإسلامية أجهضت بسبب أن كثير من العرب للأسف الشديد انحاز للحملة الصليبية ووقف مع هذه الحملة وقاتل مع الجيوش الصليبية. وكان للأسف الشديد مثلا الشام يعني تم غزوه من خلال الحكومة المصرية، وكان البريطانيون دخلوا عبر مصر، والتجريدة المصرية كانت من أهم التجريدات التي دخلت إلى الشام. وتمت على كل قائد الجيوش البريطانية في ذلك الوقت كان يقود الجيوش العربية. وبالتالي هنا فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يتطلع إليها السلطان عبد الحميد لم تجد حظها. السبب الأول هو أن العرب لم يقبلوا بهذه الفكرة، بل تطلعوا إلى قيام دولة عربية جامعة لهم، ولكن للأسف الشديد هذه الدولة العربية انتهت بنا في نهاية المطاف إلى 22 دولة، وتمزقت هذه الدويلات وصارت كل دولة منها حريصة على حماية الخارج وعلى أن تكون مستمدة سلطتها وسيادتها وحمايتها وبقائها من
العدوان الخارجي وإلى يومنا هذا للأسف الشديد. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى لنا مواصلة في هذا الموضوع في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق